السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى هذا اللقاء الخاص مع الشيخ حمد بن فدغم الحزمي. حياكم الله شيخ حمد. أهلا وسهلا بك والحمد لله على السلامة. في البداية يا شيخ لو يطلعنا على تفاصيل ما حصل من القضية منذ أن وصلت إليكم ميرا صدام إلى اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، والله ميرا تلقت لضغوطات وتلقت إلى تعسفات تسيء إلى القبيلة اليمنية وتسيء إلى النظام وإلى القانون وإلى العدالة، فنزلت إلي بكوني رئيس الملتقى الوطني لأبناء قبائل دهم، وجاءت إلى بيتي وقصت فرائد شعر رأسها، وهذه تعتبر عند قبائل العرب نظاما أو دليلا على العار وعلى الاستغاثة العاجلة، ووحدت مطلبها قبليا عند المدعو فارس مناع، وأحد تجار وقيادات الميليشيا الحوثية الذي هي خارجة عن النظام والقانون وعن الرأي العام الدولي. ثم أعلنا لقبائل دام، وبعدها طالبونا الحوثيون مطلب قبليا ولقاء أن نلقى قبائل يمنية ونلقى قيادات منهم من أجل حل القضية. وآتينا إلى صنعاء والتقينا بعدة مشايخ قبلية وقيادات منهم حكومية، وكان اللقاء بأنهم عنون الخديعة ونقضا للعهود والمواثيق الذي اتفقنا عليها، حتى أنهم عملون حملة عسكرية قوية. وأنا عندما عرفت أن الموقف مختلف ذهبت بها لكي أنزل بها إلى محافظة الجوف لتحماها القبيلة عن ما رأيت من إساءة لها في حقها، مع أنها بنت زعيم عربي، ولذا تعتبر لاجية وتعتبر عزيزة قوم ذلت في هذه البلاد. وأخذت الحملة العسكرية أنا والأخت ميرا صدام حسين إلى جهة مجهولة، ويعتبر عملية اختطافية إرهابية بعيدة عن العدالة والنظام والقانون. تعرضنا فيها لما تحدثنا فيه في الاستغاثة الذي ألقيتها أمس عند قبيلة المرازيق وقبائل بني نوف وقبائل دهم، ودعونا فيها قبائل اليمن وهمدان بن زيد وقبائل الجزيرة العربية. وقبيلة المرازيق هي بادرت مبادرة قوية جدا أشكرها صراحة، مع أنهم دعمون ماليا وهم كانوا السبب لخروجي من داري، مع أني لقيت حصورات ومحاصرات ولقيت أشياء يعني غير نظامية وقانونية، وهذا ما ألجأنا إلى الله ثم إلى القبيلة اليمنية، مع أن الدولة الشرعية لا نستغني عنها. هي الدولة الذي بيدها سيادة ونظام وقانون بقيادة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. طيب هل ممكن تطلعنا على ما تعرضت له أنت في السجن؟ وهل كنت أنت في السجن لحالك وكنت تعرف بوضع ميرا، ولا كان كل واحد منكم بعيد عن الآخر؟ لا، أنا وميرا أخذونا أخذا يعني جميعا سويا، والولد الذي هو عمر البهشلي الذي هم عاملون فيلم يعني كوميدي يعني فعلا، أيوة إنه ابنه، وهو ابن سمية بنت أحمد الزبيري وهي متوفية. هذا لدينا يعني إثباتات سيتم عرضها، ولكنها عندما طرحها علي عبد الله صالح باسم بنت الزبيري إنما حفاظ عليها أمنيا فقط، وأنهم سلموها لثنتين نساء، وكانت في جهة مع أننا في بيت وفي بدروم تحت الأرض، بعيدون عن الأشياء الذي تعتبر قانونية ونظامية. منعوا عنا الزيارات، منعوا عنا الخروج للمستشفى، مع أني تعرضت أنا لمرض وطلبت العلاج فأبوا أن يذهبوني المستشفى، فالتجأت إلى الله سبحانه وتعالى فيسر الله لي ذلك. في صنعاء كنتم؟ نعم. تعرضت للتعذيب أو تعرضت للأشياء في صنعاء، بس في جهة يعني مجهولة، لا نعلم في أي جهة في صنعاء.
تعرضت شيء من التعذيب في السجن أو محاولات الإغراء؟ لا. ترهيب أو تعرضنا لإساءة يعني قوية في حق النظام والقانون والشيم والقيم والمبادئ القبلية، وهي ما دخل علينا قيادات حوثيون، مع أن الحصار الذي قاموا به هذا اثنين من قيادات الحوثيين الميليشيا المعروفين، علي حسين بدر الدين الحوثي والسارق أبو علي الحاكم، هذا معروف بالسرق، مع أنه دخل معها فارس منع. كانوا إرادة إجبارنا بأننا نعمل مقابلات تلفزيونية بأننا أسأنا إلى حكومتهم، وأننا قلبنا المرأة من جنسية يمنية إلى جنسية قطرية اسمها عراقية، مع أن البنت عراقية ومعترف بها، مع أنها مظلومة. فنحن هدفنا أن ينصر المظلوم سواء من أي جنسية لا نسأل، لكنهم أصبح ظلمهم ليس سيما على مستوى ميرا صدام حسين، بل على مستوى اليمن والعالم. التجار يصيحون، أصحاب المحلات يصيحون، أخذوا أراضي الناس بالظلم، أخذوا ممتلكاتهم. ولكن ميرا صدام حسين تختلف عن الناس الآخرين، امرأة لاقية وبنت زعيم وامرأة يعني طيبة ولها حقوق، لها حقوق تعتبر دولية وإقليمية، ويعتبر الموضوع حقوقي وإنساني. نعم. طيب ذكرت أمس أنه كانوا يريدون منك تبصيم أو توقيع على أشياء، إيش هذه؟ أيوة، فأرادوا منا كتب محضر بأننا أعترف بأن ما عملته بأنه موقف سياسي وأنه خارج عن القضية، وأن هذه ليست ميرا صدام حسين، وإنما هي سمية بنت أحمد الزبيري، مع أنها ليست سمية. والحمد لله غلبنا يعني أننا نعمل هذه الاتفاقية. طيب الآن أين هي ميرا؟ لا زالت في السجن، وإنما الموضوع الذي أخرجوه مع عدة قبائل، يعني القبائل هؤلاء رضيوا في العرض ورضيوا في الشهامة، هم من قبائل اليمن مشتركين، كانوا بجهة أنهم مساطة بيننا وبين الدولة. فهم أتوني مع أني أحمل حسن نية وليس عندي نوايا ثانية، قالوا احنا يهمنا أن ميرا تخرج قبلك، مع أن الحوثيين أرادوا إخراجي ولكني أبأت، ولا ترضى شيمي وقيمي اللي أخرج إلا وهي قبلي. نعم، قبل فترة قالوا إنه أيوة في وساطة لإخراج الشيخ حمد. أيوة، لأنهم هم الهدف أنهم يأخذوا مني تقارير فقط، وأنهم يسيئوا إلى هذه المرأة وتبقى مخلدة في السجون. فعندما قالوا هؤلاء الواسطة ميرا صدام حسين بتخرج قبلك، ارتحت نفسيا، وهم أخرجوها من عندي الساعة 4 عصرا يوم الجمعة. فهم عملوا عملية كتصوير وأخذ رأي عام، وذهبوا بالشيب أحمد الزبيري، مع أن الشيب أحمد الزبيري يضربوها أمام عيني لاعترافه بأنها تكون بنته وما هي بنته. وأجبروا الولد بأن يقول هذه والدتي وهي ما هي والدته. فذهبوا وعملوا المقطع الذي انتشر في الرأي العام، مقطع مزور لا يليق بالشيم ولا القيم ولا النظام ولا القانون. فتفاجأت أنا بعد المغرب بأن الأخت ميرا رجعت. قلنا لماذا؟ قالوا تتخذ إجراءات وتكتمل الأمور. فمن غدا يوم السبت قبيل المغرب وهم دعوني قالوا خلاص القضية انتهت، ميرا ما بلا تكتمل الإجراءات وتمشي. وأنا خرجت وعندما وصلت إلى المحل اللي كنت فيه في صنعاء انتظرت اليوم الأول، واليوم الثاني نزلت إلى محافظة الجوف واستقبلوني. فأدق على جوالات ميرا مغلقة، أدق على جوالات الناس الذي هم موالين لها ومناصرين، وهي ما تجلس إلا عندهم، وهي ذابها مغلقة أيضا. فكانت ضمن العملية الذي أخذوها 13 رجل، منهم 3 إعلاميين اللي كانوا يسطعون بالحق، منهم الأخ أحمد المكش، منهم قبائل حتى من قبائل إسحار الشرفاء، منهم عبد الله المحدون شيخ قبلي، ومن الذي ضحوا مع الحوثيين من البداية. قالوا لماذا أن التدعي؟ قال هذه أسأتوا إلى القبيلة وأسأتوا إلى النظام وأسأتوا إلى القانون، فأخذوه من بيتها أمام أولاده. فهم عملوا مواقف لا تليق يعني بالنظام ولا بالقانون ولا بالشيم القبلية، خارجة عشوائية تعتبر أعمال استخطاف واستفزازية. يعني الآن العادي ما يجي التواصل بينك وبين ميرا نهائيا؟ لا ميرا ولا الذي معها من القبائل المساندين لها. فأعلن لي واحد كان نجي ما كان عندهم، وكان أعظم المقربين، وهو أسامة العماد أحد الشخصيات الذي يهتمون بها.
فقال المرأة إنما أخرجوها لتغطية موقف ولا زالت في تعذيب ولا زالت السجن، وهذا شيء محقق. طيب أنت كيف تم الإفراج عنك؟ هل هناك مثلا التزامات أو أشياء اتفقتوا عليها؟ أيوة، الذي سبب الإفراج عني الوساطة هذه الخائنة الذي برمت هذا الموضوع، مع أنها رضيت في هذا الموضوع، على أنني أخرج، وعملوا التزام وضمانات 6 من المشايخ، مع أنني جعلتهم يضمنون وجعلت المشايخ هذا، مع أني عرفت أنا أن المشايخ والوساطة هذولا هم أذنب من أذنب الحوثي. فكان ما عملته من خطابات أثنأت على الحوثيين فيها بأنهم عملون هو حفاظا على نفسي صحيا وأمنيا، حتى أخرج من هذا المختنق ومن هذا المازق ومن هذا المنعطف الخطير فقط. هل كان الشيخ الشايف دور بالإفراج عنك؟ لا، الشيخ الشايف من ضمن أهل العملية، مع أنه شيخ مشايخ اليمن ولا يليق به هذا المنظر، وأنا أول إنسان، مع أنه هو اللي دعاني، ودخلت أنا إلى بيته أمام الرأي العام، وشعر ميرا صدام حسين الذي قصته غزيته في جيبه. فالحمد لله هذا التاريخ يعتبر أنه سيلعن أقواما وسيثني على أقوام لحتى قيام الساعة. طيب أنت في رأيك لماذا يتمسك الحوثيين وفارس مناع بالمنزل هذا، منزل ميرا؟ أولا الموقف يتوضح على أنه لا يكون طمعا مثلا، بل هم يكرهون الزعيم صدام حسين كره غير منطقي، فيسيئون إلى أسراه، يسيئون إلى المقربين إليه، هذا شيء واضح، مع أن الروافض والشيعة يكرهون الزعيم صدام حسين، هذا شيء متفق عليه. الأمر الآخر، أبو علي الحاكم، فارس مناع معروفين باستفزاز المواطنين وأخذ أموالهم، مع أنها لديها أموال 50 كيلو من الذهب، 2 سيارات من السيارات الفارهة، الفلة يعني ما يعادل ب3 مليون ريال سعودي، ولذلك أكثر من 600,000 دولار، وأسلحة وأغراض الذي قد جمعتها من الزعماء ومن الرجال اللي يحملون شرف، مع أنها امرأة لها حقها دولي وأقليمي وقبلي. وين هذه الأملاك؟ في حدة في البيت. هي كانت تزور الشيبة أحمد، الذي هو الشيبة أحمد لا شك أنه من ضمن الذي أهتموا بها وربوها، والزبيري، وطرحها باسم بنتي حفاظا عليها أمنيا، فذهبت لزيارته، وعندما عرفوا أنها سكرت البيت وذهبت إلى زيارته تخلفوا إلى البيت وسيطروا على المحل من هذاك اليوم إلى ساعتنا هذه. كيف ترى موقف دهم ووكيل عامة في التعامل مع قضيته؟ لا الحمد لله، قبائل دهم هم قبائل سميوا بلقب في عهد الإمام حميد الدين، مع أن الإمامة هي تكره القبلية، لأن القبلية لها دورها في المجتمع، وكان الإمام حميد الدين يسميهم الهم لما كان يهمه فيهم. وقبائل دهم هم قبائل عريقة ومشهورة، من أعظم قبائل همدان بن زيد. عن قبائل همدان بن زيد هي القبيلة الذي دعا فيها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال سلام على همدان، سلام على همدان، سلام على همدان. وقبائل بكيل استجابوا مع هذا الموقف، استجابت قبيلة اليمن وتأثروا في مجيء الذي يحمل عبرات الضيق والحزن لما تعرضنا له في هذا الموضوع. قبيلة اليمنية أصبحت متأثرة تأثر كبير جدا، وأظهرت حزنا أمام الشارع العربي، مع أن الموقف يسيء إلى جزيرة العرب في كل مكان. الشيم والقيم القبلية حتى في النظام والقانون لا تسيء إلى إنسان غريبا أتى إليك، لو ما أتى إليك إلا من خوفا فيريد أن تعطيه أمنا، ولا أتى إلا من فقرا فيعطيك أن تغنيه عن فقره، ولا أتى إلا مستغيثا في وضعه، فكيف إنك تسلبه حقوقه وتسلبه أمواله وتخوفه عن أمنه؟ الحوثيين يرتكبون جريمة، مع أنه لا يوجد لديهم منظمات حقوقية ولا إنسانية. يعني المنظمات الحقوقية والإنسانية الآن أنا أدعوها للإفراج عن ميرا صدام حسين لما تعرض إليه من تعذيب والإساءة للشرعية الدولية. طيب كيف تمكنت من مغادرة مناطق الحوثيين وحتى وصلت إلى قبائل ذم المناطق الشرعية؟ والله الحوثيون هم كانوا مراقبين الجوالات حقي، وأنا الحمد لله عندما نزلت أنا جمدت هذه الجوالات وجعلتها في طاولة، أني أعرف جهتهم الاستخباراتية، لأنهم مسيطرين خاصة على قناة موبايل هي في أيديهم،
ويعلمون ما يصدر منها وما يحدث، مع أن جوالاتي لديهم وقد اشتغلوها استخباراتيا يعني في حجزي ومعتقلي المسيء. أنا أعتبره معتقلا مسيء ومحزن ومخيف لما تعرضنا له من أمور خارجة عن النظام والقانون. ولذا الذي هو الأخ معيض محمد دليان المرزوقي، أنا لا أنكر هذا الرجل صراحة. هذا متى أتعاون مع أميرة عاد عندي في البيت ولا اتصلنا به، أنا ما أعرف هذا الشخص، بل بادر مبادرة من نفسه وما رأيت تلفونه اللي يدق عليه. هو قبيلة المرازيق امس او قبل. لا، هذا في البداية عندما وصلت إليه، ودعمها ماليا وحول لها مصاريف. ومع أنه حول لنا مصاريف وقبيلتها المرازيق وإحنا في صنعاء عندما كنا نتعرض إلى لقاءات، فقبيلة المرازيق تعاونون معي أمنيا وتعاونون معي قبليا وتعاونون معي ماليا أنا وميرة صدام حسين، فهم يعتبرون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فاز بها عكاشة. وهذه فوق كل شيء هي مواقف انسانيه قبل ان تكون مواقف سياسيه او قبليه حتى. أكيد الموقف هذا يسيء إلى الشرعية الدولية، ولا يكون في الشرعية الدولية العربية، بل في الشرعية الدولية في العالم، لأن أساءون إلى امرأة بنت زعيم وامرأة أتت تستغيث وتريد تبدل بدل خوفها أمنا وبدل فقرها غناء، فأساءون إليها إساءة غير طبيعية. وأساءون إلى القبيلة اليمنية، لأن القبيلة اليمنية هي التجأت إليها. ولماذا التجأت إلى القبيلة اليمنية؟ لأن المسيطرون هناك الميليشيا الحوثية ما لقيت نظام وقانون وقضاء يعطيها حقوقها، مع أنها قد سجنت 9 أشهر سابقا وقد سلبت جنسياتها من بطاقة عسكرية رتبة عقيد، ولذلك بطاقة لحزب البعث وبطاقتها المدنية، وتحمل فحوصات وتحمل جوازات سفر وتحمل حتى المذكرات حق الطيران. وأنا أعلنت أمس في قضية لقائي بقبيلة المرازيق وقبائل دعم وبكيل إن البراهين لدي، وأنا نعم توجد لدي صور ما تحمله من جنسيات. هم يعرفون بأنها ميراث صدام حسين، لكن يريدوا إهماء الحقيقة وتستير للجريمة الذي ارتكبوها. طيب هذه القضيه هي اثارت الراي العام وتناولتها وسائل اعلام كبيره محليا ودوليا. هل تلقيت مثلا اتصالات من عائله صدام حسين او تلقيت اتصالات من مكتب ابناء صالح؟ لانهم على علاقه كبيره بهذا الامر. نعم. معلومات مثلا او التواصل. اتصل بصحفيون عراقيون وواصلتني الذي هي خالة أميرة صدام حسين عبر تواصل هاتفيا، وهي أخت أمها على أمها وأبوها، وتكلمت لي بكلام قوي وأثبتت لي بأنها بنت صدام حسين. وإنما التصريح الذي الحوثيين يعتبرونه دليلا لهم الذي هو تصريح الأخت رغد صدام حسين سابقا بأنه لا يوجد إلا 3 بنات على صدام حسين، فهذا شيء معروف. ولدينا فيه براهين بأن أسرة صدام حسين لديهم شيء من الاحتكاكات والاختلاف فيما بينهم. مكتب صالح أو ابناء صالح ما حد تواصل معك؟ وتواصلت أنا بمكتب صالح، منهم لا أريد أحسب لأنهم ليس يخفين الحقيقة، هم ليس مخفين الحقيقة. وإنما الأخ أحمد علي وما لديه من قيادات في مكتب الزعيم الراحل عبد الله صالح هم لديهم غرض سياسي في هذا. أولا لو ينطقون هذا الكلام يصبحون بأنهم جهة معادية لا تثبت عند الحوثيين مهما كانوا، ولديهم نظرة سياسية. ولكن تواصلت أنا بهم وأثبتوا لي وتكلموا لي وأعطوا لي أدلة، فهي ميراث صدام حسين. وفي القريب العاجل في الأيام القادمة ستظهر لكم الصورة أوضح، وسيظهر لكم الرأي أمام الرأي العام القضية أوضح. فالحوثيون الآن هم في منعطف خطير جدا في هذه القضية، سواء من الجانب الدولي، من الجانب الإقليمي، من الجانب القبلي، من الجانب الإنساني، من جميع الجوانب. طيب حتى بغض النظر الآن الموضوع لم يعد هل ابن صدام ولا غير ابن صدام، الآن الموضوع هو حقوقي إنساني، هذه امرأة مظلومة وإنها مظلومات. أنتم كيف ترون هذا الأمر الآن؟ احنا الآن بدأنا. هل أنتم مثلا في صدد نقاش بن صدام ولا ما بن صدام؟ لا، احنا الآن بالنسبة لهذا الموضوع هو قد مر سابقا. عندما أتتني إلى بيتي وقصت شعر رأسها أنا قلت لها، قلت أنا يهمني أني أنصرك إن كنت مظلومة، فلا يهمني أن تكوني جنسية. لكن هي أصبحت مظلومة وأصبحت بنت صدام ولاجئة إلى الشعب اليمني وإلى الدول العربية، فأصبحت من جميع الجهات
مسؤولين عنها الحوثيين دوليا ومسؤولون عنها قبليا. ما السيناريو القادم وما الذي يتم فعله الآن؟ والله الآن تأتي الحشود قبائل اليمنية من كل مكان، من شرق اليمن ومن غربه ومن شماله وجنوبه، مع أن الموضوع أصبح متخلي عن السياسة، موضوع قبليا، ولكن لا نتخلى عن دعم الدولة الشرعية، لأن الدولة الشرعية هي الذي بيدها القرار الدولي. الحوثيين ليس لديهم قرار دولي، حتى الجواز الذي يصدر من العاصمة صنعاء لا يسافر به أحد من المواطنين، فأصبحون دولة ليس لديها نظام ولا قانون، متهبشين. لكن الدولة الشرعية والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية دولة الإنسانية، أرض الحرمين. المملكة العربية السعودية لا يجهل جهودها أحد. المملكة العربية السعودية هي الدولة التي تحمل الشرعية العالمية، لأن الدولة الإسلامية التي تحافظ على الإسلام ولديها أعظم مقدسات في الإسلام. نحن نطالب شيئا أعظم من المال، وهو بأن لديهم القرار الدولي، عليهم الإبلاغ للمنظمات الحقوقية والإنسانية والضغط عليها للإخراج والإفراج عن الأخت ميرا صدام حسين وإعطائها حقوقها، وعليهم أن يبادروا مثلا عاجلا أن تدخل المنظمات الدولية إليها ويعملون إليها مقابلة وتتكلم، لأن هذا الموضوع موضوع يعتبر دولي وأقليمي وعالمي. وعليهم بالنسبة للقبائل فهم اتخذوا الرأي ولا يخرجون عن نطاق الدولة الشرعية، لأن لديها السياسة ولديها السيادة أمام الرأي العام. لكن القبائل الآن لن يطلعون تصريح إكمال هذا المطرح، لأن القبائل يتوافدون من جميع الجهات، فعندما يجتمعون القبائل سيعملون تصريحا موحدا مؤدبا إليه العلم والوقار، ويرى العالم ما في صدورهم. هل تتوقع نجاحكم باستعادة حقوق ميرا؟ نعم، احنا الحوثيين يوم امس وجدوا ارتباكا عظيما، وجدوا مكالمات دوليه، وجدوا هزه عالميه، لان الموقف موقف انساني، وموقف يعني يسيء الى الشرعيه الدوليه، ويسيء الى الشيم والقبائل القبيله اليمنيه والى المبادئ، مع أن القبيلة لن يتركها حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في الجاهلية جعفر بن أبي طالب كان مشركا، فعندما سمع اليهودي يسب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بالعصا وخبط على رأسه، قال إنه ابن عمي. الغيرة والشيم القبلية لها دورها. القضية أنا حقيقة أني رئيس هذا المشروع، ولكن أرى يعني تفاؤل وأرى إنجاحه في 170 الآن. طيب ما المطلوب من القبائل الآن؟ قبائل اليمن كامل وقبائل بكيل؟ أكيد قبائل بكيل، قبائل أولا دهم وبكيل هم الذي يدعون قبائل اليمن. اليمن هم آتين من كل حدب وصوب، ومن أعظم القبائل اليمنية قد تعرض لبعض ممتلكات مناع السحاري، مع أنه معروف أنه تاجر، وأبلغوني صراحة القبائل الذي هم قبائل الصيعر وقبائل الكرب وقبائل النهدين، وكذلك المناهيل والمهرة، هذولا أبرزوا وجود يعني قوي جدا جدا، أعظم اتصالات وأعظم حرقة صراحة تلقيتها من هؤلاء القبائل، ومستعدين ودعمهم وصل ورجالهم سياتون. والقبيلة اليمنية قبيلة عريقة وعظيمة، والقبائل كذلك محور شبوة، وكذلك قبائل مارب يعني ونعم فيهم. تعرضنا لدعم وتعرضنا لاتصالات وتعرضنا لحشود، وتعرضنا قبائل القيفة، قبائل البيضاء، هؤلاء كذلك من قبائل صاعدة قبيلة وائلة الذين بادرون. القبائل التي تحت سيطرة الحوثي انتفضون انتفاضة عظيمة، منهم من بيخرج اليوم إلى صفوفنا، ومنهم من بيعلن أمام الرأي العام الدولي والقبلي، لأن هذا الموقف موقف خطير جدا. نعم. طيب، لكن موضوع القطاع هذا قد يفتح باب كبير جدا، وأيضا قد يتعرض أشخاص أبرياء لهذا التقطع. ما هي الآليات التي تعتمدونها أو لا نعم أحسنت. لا، بالنسبة للقطاع هو يسيء إلى النظام والقانون ويسيء إلى القبيلة. وبالنسبة لقبائل دم وقبائل اليمن
لا أتوا المتقطعين طرق هنا، ولست احنا بحاجة إلى طرق، ولا نريد نضغط من باب الطرق. نحن نضغط من باب أمرين، وهي أمرين خطيرتين وقوية، من باب السيادة والقيادة الشرعية للمنظمات الحقوقية والإنسانية، وهذه الأولى. الأمر الآخر، القبيلة لها روابط، مثلا قبائل بكيل، هو من قبائل بكيل، احنا قبائل بكيل، احنا وهو من خولان بن عامر. الشيخ محمد بن ناجي الذي هو الغادر ناديناه، وشيخ شمل قبائل الخولان. القبائل ستجتمع وتتخذ قرار في الروابط الذي بينها. على مثلا خولان سيلتزمون على هذا الشخص ويودون الحقوق، فنحن لا جينا متقطعين، والقطاع لا يسيء إلى النظام والقانون، وإنما نتخذ قرار دولي وقبلي حاسم وناجح. طيب، أمس بعد ما وقع الموقف اللي حصل هنا في منطقة الجوبة، هل تلقيت مثلا من مناطق الحوثيين أو من مشايخ في مناطق الحوثيين وعود أو وساطة أو شيء من هذا؟ نعم، أتعرض لاتصالات، واتصلوا بنا عدة مشايخ من بني ظبيان واسطة، وكذلك من قبائل دهم من بني نوف مشايخ اتصلوا بنا اتصالا. كان العرض الشؤون. أيوة، وسلم سيارة فارس مناع، فما قبلوها قبائل دهم، وإلا قد تواجدوا قبائل اليمن لأنهم دعوا الناس وبيتخذون قرار، وسيظهروا للرأي العام إنجازهم سواء كان يعني قبلي أو دولي. طيب، لو عندنا القضية الأساس، هناك بعض الناس أو بعض الكتاب اللي نراهم يرون أن موضوع ميراث صدام حسين هو برمجة حوثية أو قضية يعني أثارتها الحوثيين بهذه الطريقة أو لعبة حوثية. كيف توضح أنت هذا وتأكده؟ لا، هذه ما هي لعبة حوثية بالنسبة ولا قضية سياسية. هذا الشيء أنا أتحمل مسؤوليته. هذا قضية ميراث صدام حسين قضية إنسانية وقضية حقيقية، وقضية تسيء إلى النظام والقانون، وتسيء إلى القبيلة اليمنية وإلى القبيلة همدان بزيد وإلى القبيلة العرب في الدول العربية. والموضوع ليس سياسيا، ما أتينا هنا ولدينا غرض لنصرة الحوثي ولا لنصرة الشرعية على الحوثي، هذا جملة وتفصيلا. أتينا لإنقاذ امرأة التجأت إلى قبيلة يمنية وهي تحت التعذيب وفي الغرف المهمية، هذا هو الموضوع الحساس. أما أن تكون بنت صدام حسين وأن تكون القضية لعبة، فأنا أتحمل مسؤوليتها. هذا الموضوع، هي بنت صدام حسين، ولدينا ما يثبت فيما وقع لها سابقا ولاحقا. نعم. ايش الترتيبات اللي تذكرونها اليوم هنا في المنطقة هذه؟ لا، الحمد لله ترتيبات ناجحة من نظام أمني، وكذلك ننتظر القبائل يأتون من كل مكان، وننتظر بس اكتمال القبائل ويعملون بيان سيعرض أمام الرأي العام فقط. رسالة أخيرة تود أن تقولها؟ الرسالة الأخيرة أولا أننا نقول أن القبيلة اليمنية الذي هي أعظم القبائل العريقة عليها أن تحافظ على شيمها وقيمها، وخصوصا الذي تحت سيطرة الحوثي. الحوثي هو يريد ضمس الهوية اليمنية أولا وضمس القبلية، مع أني أنا رأيت هذا بعيني. مشايخ في صنعاء كانوا ممن يصدرون تاريخا هم وآبائهم وأجدادهم، والله اليوم أنهم في ذل وعار. أعظم مشايخ في اليمن أتت إليهم ميراث صدام حسين، وإنما وقفوا الكاميرا حق الجوال حقها من أجل لا تظهر. ناجي بن عبد العزيز الشايف، حمير عبد الله حسين الأحمر، هذا كانوا يشلوا اليمن من جميع أقرانه. اليوم ابتليوا بذل عظيم، لأن الذنوب والمعاصي تذلك وتجعلك إلى الأسفلين. ما رجل منهم نطق كلمة الحق، ما إنسان من مشايخ اليمن اللي تحت سيطرة الحوثي أعطى بيانا ولن يعطي كلمة. أصبحوا القبائل اللي في سيطرة الحوثي في ذل لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، إذا كان الحكومة الشرعية وبقيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لديهم نية في تخلص اليمن من هذه العصابات المسلحة، فأنا أقول أنه حان الوقت. اليمن عانى معاناة عظيمة لن تعانيه دولة عربية ولا أجنبية، من البطش، من الظلم، من القهر. أنا قهرت منهم في 50 يوما، فما بال الثورة ل 12 سنة، اعتبار أن الشعب اليمني قد انتهت كرامته.
فلماذا التأخر من الدولة الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية؟ أنا ما أرى عندهم تقدم لا سياسي ولا تقدم عسكري، فأنا لا أعلم لماذا. ينبغي أن الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية يكونوا حريصين على تخلص الشعب اليمني من هذه العصابة الإجرامية التي تسيء إلى العدالة والنظام والقانون وإلى الشيم والقيم والمبادئ. وهذه آخر رسالة وأهم هذه الرسالة، أنني أريد من هذا التاريخ ومن هذا اليوم النداء من الدولة الشرعية لمنظمات حقوق الإنسان وإلى جمعية الهلال الأحمر المتواجدة في صنعاء وغير المتواجدة، وإلى المنظمات الدولية والحقوقية لإنقاذ ميرا صدام حسين، بأنه محرومة حتى من التغذية إلا شيئا يسير. فهذا ما أدعو إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأعمالكم لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن يحافظ على الشيم والقيم والأخلاق. شكرا لك شيخ حمد. طبعا احنا منصة وتد هي منصة بدأت حديثا وهي تهتم بالقبيلة، صوت القبيلة تعتبر في المناطق هذه في جميع مناطق اليمن، وشكرا لك على إعطائنا هذه الفرصة. لا شكر على واجب. الشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.